اتناول عود احمد. يا جماعه بالبدايه بحب اعتذر لكل شخص وشخص عم يشاهدوا هذا الفيديو، القطعه كانت طويله شوي بس كله في سبيل تطوير القناه، ان شاء الله بالمستقبل رح تشوفوا شغلات جديده تسعدكم. طيب حكينا فيديو سابق عن الملك جمال مصر اكيد بتتذكر، وشفتوا الثقه الزايده يلي عنده وحركاته المستفزه والغريبه. هالمره الفيديو عن الملك جمال العراق. طبعا بالبدايه ما حدا بيعرفه غير امه وابوه، يمكن ابن الجيران وهو بس من حساب تاني، بس المشكله انه هاد اسوأ من ملك جمال مصر بمراحل، هاد فعليا بعالم تاني. اذا مالكم صادقين شوفوا هالفيديو. فضلك من بدايته. انا من كتر ما حكيت عن الواثقين بنفسهم زياده صار في طار بيني وبينهم. ابو شهاب الحكم واصحاب شاليمونتك وابو النار واقف على الزي وال11 راح يسرق ذهبات ابو ابراهيم. عم تقارن حالك بنبي يا زلمه. المشكله ما بنعرف عنه شيء زياده، بس انت بحياتك انسجنت سنين طويله ظلم، وبعد ما طلعت من السجن استلمت منصب مهم بالدوله يلي كنت فيها. انت اذا بسلموك نص الشعب راح يهرب. ما تفهموا غلط بس على هالتفكير يعني. جربت تنرمي بالبير وانت صغير وتطلع تصير عبد بعد ما كنت معزز مكرم؟ لا، والمشكله انك واثق ومصدق. شوفوا لي هالفيديو الثاني. لك مين انت ومين زليخه ومين ملتزم دينيا؟ لو محتوى القناه عندي بيسمح اعرض الاشياء يلي ناشرها كنت فرجيتكم الملتزم دينيا فعلا، وانتم كمان لا تبحثوا. والمشكله بالاخير لا جمال ولا دين. نحكيها للمره اللي ما بعرف كم، هي مشكله تعزيز الامهات. تعرفوا مقوله القرد بعين امه غزال؟ هاد صدق حاله، وما بعرف كمان كم شخص عزز له او هو عم يضحك على حاله. بس بعيدا عن ذلك، وين اخوات يوسف يرموك بالبير ونرتاح؟ واهم شيء انه وسامته الشديده ربع ثقتك بس مو زياده. اهل العراق انتم معترفين انه هاد ملك جمال عندكم ولا متبرئين منه؟ لانه مستحيل هيك شخص يكون بمثل الشعب العراقي. كتبوا لنا تحت على اللي بعده. ربع الثقة بس يا جماعة مو زيادة. انت متأكد انك انطردت بسبب يلي بتحكي عنه وسامة؟ ايش يعني وسامتك اكبر من قدرة تحملهم؟ لمبة شغالة بوشك والناس ما عم تقدر تطلع منظرك يعني؟ اذا هيك ممكن، بس غير شيء مستحيل يعني. البس قناع او اي شيء تاني منه انت بترتاح، ما حدا بترضاك، ومنه نحن والناس بنرتاح. كتير ايزي مان. اهم شيء انه راضي انه مطرود من كل مكان، اكيد بسبب انه شافوا المحتوى يلي عنده، مثل هالفيديو يلي ما له داعي. المشكلة في حكي كتير واقف على راس لساني، بس ماسك حالي ما في داعي نروح في داهية. اعطينا اللي بعد. É o brabo da putaria. ثواني بس، يعني الحرب العالمية القادمة رح تكون بسببك، او عفوا بسبب يلي عم تحكي عنه وسامتك؟ انت متأكد؟ المشاكل يلي عم تصير بالعالم حاليا والعدوانية كلها بسبب وسامتك؟ يا رجل انت بس خذ نظرة هيك. متأكد؟ بس في كلمة غلط طلعت قبل شوي. ايش قصدك بكلمة الرغبة؟ بس ما يكون يلي ببالي بالك. اذا كان هيك فتغير الحكي. يعني بشرتك يلي في وشك ليش ما فيها اي حفر او مطبات او دائرة صغيرة من الصحراء القاحلة؟ رجال ولا غير شيء؟ يعني ممكن الواحد يعتني بالبشرة، بس ممكن لاسباب طبية فازلين اكتر شيء. بس كل هاد مستحيل، في شيء غلط. ما بدي ادخل بتفاصيل تانية، نروح اللي بعده احسن شيء. يا جماعة بعيد وبكرر، نص الثقة بس. شلون الناس رح تنصدم بيولوجيا يعني؟ والافعال اللا ارادية انا بوافق الرأي فيها. كون ماشي بامان الله تلاقي بزقة لزت في وشك، هذا الفعل يعتبر لا ارادي. يلي رح يشوفك على التفلون في شيء يعمله غير. وش فائدة التصوير بالعتمة بدون سبب؟ هو هيك فيديوهاته بدون فائدة. بس بدي اصدمك انه ما حدا مصدوم بوسامتك يلي ما اتوقع حدا شايفه. كل ما هنالك على الاكيد انه في كم شخص بحياتك كبست لك كم كلمة مشان يضحك عليك وانت صدقت. مستحيل اكثر من هيك. من وين جايب كل هالثقة؟ وزع نصها للعالم لتشوف شغلات رح تصدمك وبحياتك ما شفتها. واهم شيء بالاخير انه متأكد الناس رح ينصدموا بكل ارجاء العالم. انت في حدا بيعرفك بهالعالم غير امك وابوك ويمكن ابن الجيران؟ مين رح ينصدم ويعمل افعال لا اراديه؟ اذا ابوك شافك هيك اكيد رح يجيك كف مخمس. امك رح تزعل على هالمنظر، وابن الجيران يمكن ما بيعرفك اصلا. فليش السين والجيم؟ شوف يلي لا When I popped off then you go gave me just a حسبنا الله ونعم الوكيل. بس عجز التعبير عن اللسان والله. وربي لوم القوانين يلي موجوده هون لادخل بتفاصيل غير يلي عم نحكيها قبل شوي. بس عن جد اجاني فضول، مين هذا يلي ضحك عليه وحكى له هالكم كلمه خلاه يوصل لهالمرحله؟ كاتب لك الكل يجن لما اطلع. انا الصراحه بوافق الراي بهي الجمله، لانه انا اذا شفتك واقعي رح اجن بس من كثر الضحك. دليل الرجوله وين؟ اذا وشك هذا بيندهن على شارع حارتنا ليقلب نظيف، بس لا تحسبه نقطه ايجابيه، بالعكس هذا الشيء سلبي. يعني الواحد بنظف وشه بس مو كل هالقد. انت شلت كل شيء ومشيت. بشبه ناس ما في داعي نحكي عنهم، وهذا الشيء كل المتابعين بوافقوني الراي فيه مو النص. انا متاكد كل التعليقات رح تكون سلبيه بالنسبه لك، وفي نسبه كبيره كمان يكون حاطط فلتر. هون بتكون الجريمه اكبر بكتير. تخيل شاب يحط فلتر، انا هي النقطه بالذات ما فيني اتخيلها. قال لك رح يشوف بنفسه قديش هو. لا مستحيل والله مستحيل. ما بعرف باي عالم هو موجود فيه. خلينا نشوف يلي بعده لانت. كل ما كان اروح لحول العالم الاحظ يا اما الناس يرغبون بي او يشوفوني كمثل، خصوصا الرجال يعني يشوفوني كمثل، والنساء يرغبون بي خصوصا. وبالعادة كثير من الناس يحسدوني، واللي يحسدوني الرجال يهربون
من المكان، ينتقلون لغير دولة لغير شركة لغير مكان، يطلعون إذا ما نجحوا بطردي من المكان هذا. قلت لكم عايش بعالم تاني. في حدا بهالعالم بينطرد بس لانه على اساس حلو؟ بالتاريخ ما صارت. ما اتوقع الشباب بغاروا من بعض بس لانه واحد احلى من التاني فبروح بغلط عليه وبطرده من المكان الموجود فيه، خاصه صاحب مطعم على قولته. تخيل يجي لعنده يقول له بدك ما تواخذنا بس جمالك اثر على زبونات والمرايات يلي بالمحل انكسروا من جمالك، مضطرين نطردك من المحل. في هيك شيء بالعالم؟ وعم يحكي على الحسد رح يحسدوك انت ونظاره الحدادين يلي لابسها، وشلون الرجال ياخذوك مثل الون. على ايش مثل؟ شو الشيء اللي موجود فيك مو موجود بانسان تاني؟ عم يقول الرجال بيحسدوه فبيهربوا الى دوله تاني. تخيل شخص شافك على الطريق قال اوف ايش هالمنظر يلي انا ما عندي منه، خلص انا هربان على الفلبين. نص الثقه بس يا جماعه، النص. رياجيل رجال كثيرون يختنقون بوسامتي. يختنق، احس يموت صراحه بس يشوف. بس يا اخي صدق ما دا امزح. اي شخص يظن انه انا دا امزح بهذا الشيء، ما دا امزح. طلع ما عم يمزح، قصده فعليا الناس عم تحسده على وسامته على اساس. طلع الناس حواليك شلون عم يحسدوك، لدرجه هالزلمه اكيد عم يقول ايش بو هاد في مخه شيء. الناس عم تطلع عليك بنظرات غريبه، مالك منتبه ولا مفكر انه حسد كمان؟ هذا عم يسبك ولا عم يدعي لك الله يشفيك، ما في حل تاني، من عيونه مبين عليه. لسه مالك شايف نظرات المتابعين لك؟ انت مفكر انه متفاعلين معك، هن عم يضحكوا عليك، يا عم يحط لك لايك بده اياك تستمر مشان يكمل ضحك عليك. ما في مثلك لانه بالسوشيال ميديا. وبالاخير قال لك انه ما عم يمزح، معناتها اخذ الموضوع جد. انا بالاول كنت مفكر انه محتواه هيك مسخره، مثل كتير ناس بيعملوا نفس المحتوى بس المتابعين بيعرفوا انه مزح، بس هاد مثل ما قلنا بعالم تاني. بالاخير الله يشفيك، ما عم هاجمك بهذا الفيديو، ردة فعل لا اكثر ولا اقل. اتوقع اذا غيرت محتواك بيطلع معك شيء حلو مثل هذا الشاب محتوى نفس محتواك، ولما غير الناس صارت تحبه وتتابعه. وهذا اللي كان عندي لليوم. بنشوفكم حلقة جديدة وبيس اوت.